رامي ربيعه بيفتح الملعب ناحيه اليمين، ومحمد عبد المنعم بيفتح الملعب ناحيه الشمال، بيكون وسطهم كريم ندفد. اللي ماسك رامي ربيعه من نادي الزمالك مصطفى شلبي اللاعب الملازم الخط دايما، واللي ماسك محمد عبد المنعم ناصر منسي المهاجم الصريح، واللي ماسك كريم ندفد لاعب صانع العاب بالنسبه لنادي الزمالك اوباما. وفي الوقت ده بيتحرك لعيبه الازرار بالنسبه للنادي الاهلي كلاعبي الجناحات محمد هاني، وبالتالي لعيبه الجناحات بيتحول في عمق الملعب، بيرسي تاو بيتحول عمق الملعب، بياخد معاه فتوح الظهير بالنسبه لنادي الزمالك، وبيتحول حسين شحات في عمق الملعب. فالمفروض هنا اللي يمسكه مين؟ اللاعب الظهير عمر جابر. لكن لان امام عاشور اتحول كلاعب مهاجم تاني جنب الكهرباء، اكبر عمر جابر يتحول كلاعب ظهير عكسي ورا حمزه المسلوسي عشان يامن على المساحه اللي ورا حمزه المسلوسي لو اتلعبت في ظهره لامام عاشور. فبالتالي فضل هنا علي معلول. وهنا بقى المصري كولر ثلاث اختيارات: ممكن يبني الهجمه عن طريق محمد هاني اللي فاضي لان فتوح اتحرك مع تاو، فممكن لو اختار تدرج بالكره يكون مفتاح اللعب بالنسبه له هاني، ويفضل ينقل الكره عن طريق ان لاعب فاضي بيتحرك عليه لاعب كان ماسك لاعب تاني